شايف فنجان القهوة اللي قدامك ده هيتحول لقالب الشوكولاتة بالبندق السايح ده اللي على شكل الفنجان. طبعا انت عايز تعرف طبخناه ازاي، قصدي صممناه ازاي، هقولك. بس عشان اقولك انزل اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وتعالوا مع بعض نعمل التصميم تاني من الاول. انتم دلوقتي بتشوفوا فيديو جديد على قناة احمد شكشك. اول حاجه بنعملها في التصميم وهو مقاس التصميم 1500 بكسل عرض في 1500 بكسل طول، والريزوليوشن 150. وزي كل مره لو جهازك ضعيف شويه تقدر تخليه 100 او 72 بس ما يقلش عن 72. وطبعا احنا عاملين المقاس مربع علشان احنا بنعمل تصميم سوشيال ميديا. اول حاجه بقى هنعملها في التصميم نفسه هو الخلفيه، وهتلاقيني في صندوق الوصف تحت مقسم لك الفيديو الاقسام علشان لو حابب تكمل من عند جزء معين، لان احتمال كبير الفيديو يكون طويل شويه. والخلفيه عندنا هي خلفيه متدرجه، فنروح على الادجستمنت لاير من هنا وهنختار جريدينت عشان يعمل لنا جريدينت، وهنبدا نجيب جريدينت بني. ننزل كده، انا كنت عامله قبل كده فتقريبا هو ده. هدوس اوكي واخلي الجريدينت بدل لينير هخليه راديال، وهعمل ريفيرس من هنا فعمله لنا بالشكل ده. انا هسيب لكم اكواد الوان الجريدينت ده تحت في صندوق الوصف، هو وكل الصور المستخدمه للي عايز يعمل نفس الالوان بالظبط. كده احنا انشأنا الخلفيه، بس ده مش الشكل النهائي ليها. هنبدا نجيب الفنجان اللي احنا هنحوله لشكل شوكولاته، هنشده على التصميم وهنعمل كنترول تي وفليب هوريزونتال يبقى العكس بالشكل ده. هنلفه شويه كده لان هو معوج سنه، وندوس انتر وهنحطه هنا كده تقريبا. بعد كده هنعمل نيو لاير ونبدا نختار اللون الغامق اللي في التصميم من هنا كده، ونيجي نغمقه سنه كمان كده، ونجيب الفرشه بتاعتنا نكبرها شويه بالشكل ده، ونتك تكه بسيطه كده بالفرشه الناعمه، ونعمل كنترول تي عشان يجيب لنا الترانسفورم، ونبدا ننزلها لتحت كده، نبططها شويه ونحطها تحت الفنجان بالشكل ده عشان تعمل لنا الشادو بتاع الفنجان وكأنه راسي على ارضيه بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. وهندوس انتر. حلو جدا. بعد كده هعمل نيو لاير تاني بس المره دي يكون فوق الفنجان، وهدوس شيفت F5 هيجيلي القائمه بتاعت الفيل، هختار منها 50 جراي وادوس اوكي. بعد كده هروح على البلندنج مود واخليه اوفرلاي، واعمل كنترول جي لللاير ده واكرره مره كمان. هنكتب في اللي تحت ظل وفي اللي فوق نور، وهنيجي باداه الدوج اند بيرن. في الظل هنختار الدوج وهنخليها على الميد تونز، وهنخلي الاكسبوجر بتاعها مثلا 50، وهنختار الفرشه الناعمه، وهنبدا كده نكبر شويه وندي تظليل هنا كده، نغمق الحتت دي لان النور بتاعنا جاي من ورا، فهنغمق الحتت دي شويه كده. وطبعا هنعمل لها كليبنج ماسك على الفنجان نفسه بالشكل ده، وناخد الحواف بتاعه الفنجان من هنا اللي فيها التفاصيل بتاعته، ونبدا نعمل لها تظليل بس نخلي الاكسبوجر 30 مثلا كده، ونصغر الفرشه شويه ونبدا نظلل كده على الحواف بتاعه الفنجان من هنا. طبعا الفوتوشوب معلق شويه، ومن هنا ومن هنا كده. طبعا بصغر واكبر الفرشه من الدال والجيم، وابدا بقى اظلل كده من تحت من هنا كده للفنجان، ادي قبل ادي بعد ادي قبل ادي بعد. ونيجي في النور برضه هندوس الت ونعمل كليبنج ماسك على الفنجان بالشكل ده، ونبدا نغير الاداه من البرن ونخليها الدوج. وعلى حواف الفنجان كده من بره هنبدا نعلي الاضاءه شويه بالشكل ده، ومن هنا كمان ومن هنا كده. طبعا انتوا مستغربين انا ليه بعمل الخطوه دي دلوقتي، هتعرفوا لما نبدا نكمل التصميم. انا هسرع الفيديو شويه في الحته ديت، انا هعمل على الحواف لان الحواف هي اللي هتكون ضاربه فيها الاضاءه، فانا هسرع الفيديو شويه في الحته دي علشان وقت الفيديو ما يطولش معانا. ده كده قبل وبعد النور، فكده بقى المنظر واقعي شويه للفنجان لان الاضاءه جايه من ورا. طيب بعد كده هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ بقى نخلي الفنجان شكله شوكولاتة. تعالوا نشوف ازاي. هنجيب قطعة الشوكولاتة اللي معانا دي وهنفتحها في تاب جديدة لوحدها. هنبدأ ناخد النص اللي تحت بتاعها كده، مش شرط يكون النص بالظبط، وهنعمل كنترول سي علشان ناخده كوبي، وهنروح على التصميم كنترول في علشان نحطه بيست، وهنبدأ نظبطه كده ناحية الفنجان من هنا، ونعمل كنترول تي ونختار الورب، ونكبر كده ونقلل الاوبستي بتاعته شويه علشان نشوف الفنجان من ورا الشيب بتاعه عامل ازاي. ونبدا كده باداه الورب نظبطه
على قد الشيب بتاع الفنجان بالظبط بالشكل ده، وهندوس انتر نعمل له كليبنج ماسك على الفنجان كده ونعلي الاوبستي خالص بقى بالشكل اللي قدامكم ده. طبعا في حته من هنا باينه اهي، فدي لسه ما اتعملتش كويس بالورب، نبدا نجيب الورب تاني ونعيد عليها بالظبط كده. وهنقوم بقى واخدين ده وهننزله تحت الظل والنور اللي احنا عملناه، فهوب هيتجسم على شكل الفنجان بالظبط. اعتقد كده انتوا ليه فهمتوا احنا عملنا الظل والنور الاول. بعد ما اتجسم على شكل الفنجان ممكن يكون الظل اوفر شويه، فنبدا نخفه سنه، نخليه مثلا 80 او 70 60، ماشي 60 كويس. بصوا من غير الظل والنور، بصوا بالظل والنور ظبط اكتر على الفنجان. ممكن نخلي الظل 50 مثلا. حركة تانية بقى أخيرة هنعملها، وهي إننا هندوس دبل كليك على اللاير بتاع الشوكولاتة ده كده، وهنيجي من هنا اللي هي الحتت دي كده، وهندوس ألت ناحية الأبيض في البلند اف، وهنشد سنة كده بسيطة علشان يدينا نور أكتر. ومن تحت من هنا كده هندوس ألت وهنشد سنة عشان يفصلهم لنا عن بعض كده، فيدينا تفاصيل أكتر للفنجان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنعمل اوكي. بعد كده هناخد نفس اللاير ده هنعمل له كنترول جي، وهنعمل له كليبنج ماسك برضو على الفنجان، ولكن المرة دي هنعمل كنترول تي وهنعمل له روتيت 90 درجة بالشكل ده، وهنبدأ ندخله هنا كده على الفنجان بالشكل ده، فهتلاقيه عمل لك شكل ودن الفنجان بتاعنا اوتوماتيك. ممكن نبدأ بقى نظبط الودن في الظل والنور، الليارات بتاعت الظل والنور، ونيجي كده بأداة الدوج وننور أكتر في الحتت دي. هنخلي مثلا اكسبوجر 70 وهننور أكتر هنا كده في الحواف، لأن الإضاءة بتاعتنا جاية من ورا عشان يجسم معانا الودن بتاعت الفنجان أكتر. ومن فوق كده من هنا، بس لازم تبقى ايدك خفيفة في الحتة بتاعت الظل والنور دي، وهتلاقي الدنيا معاك بقت لذيذة جدا. ممكن بقى من هنا في الظل هنيجي بالأداة بتاعة البرن، ونبدأ نضلم هنا كده شوية ومن هنا كمان شوية. ممكن ندي كده حتة كده من هنا كده ومن هنا كده. طبعا في حواف هنا ده هنعمل ماسك علشان نخفي الحواف دي. نيجي بالماسك كده ونبدأ نرسم على الماسك بالفرشة الناعمة كده حاجات بسيطة، هتلاقي الحواف دي راحت معاك بالشكل ده. بعد كده ناقص الفستقة اللي هتبقى من فوق، فهنجيب دي وهنفتحها كده في تاب جديدة، وهنيجي على أداة السليكشن وهندوس عليها دوسة طويلة، هتلاقي الليبس سليكشن تول، هندوس عليها وندوس شيفت علشان يعمل لنا دايرة بالظبط، وناخد كده الحتة بتاعة جزء الهند. دوست كليك يمين وعملت ترانسفورم عشان أكبرها شوية الحتة دي من هنا، وأكبرها سنة من هنا، وهنقوم واخدينها كنترول سي، وهنروح على التصميم بتاعنا كنترول في، ولكن هنخرجها من فوق الليارات بتاعت الظل والنور ونعملها ان كليبنج ماسك، وهنعملها كونفيرت تو سمارت اوبجكت عشان لما نصغرها ونكبرها ما تبكسلش معانا. ونبدا نعمل كنترول تي عشان يجيب لنا الترانسفورم، وهندوس على كنترول وعلى الاطراف، النقط اللي في الاطراف دي كده هتلاقي شكل السهم اتغير، تبدا تعملها كده وتنزلها كده بالشكل ده، تبدأ بقى تظبطها على الكوباية بالظبط. كبر كده وابدأ ظبطها بالظبط على الدايرة بتاعت الكوباية. الموضوع بسيط وسهل جدا يا جماعة. كل ده انا ايدي على الكنترول، على زرار الكنترول، وببدأ اظبط وهندوس انتر، تلاقيها بقت بالشكل ده. هتبدأ تدوس الت وتعمل لها كليبنج ماسك بس من فوق الليارات بتاعت الظل والنور، فتلاقيها بقت على قد الكوباية بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ بقى نلونها، نخلي لونها رايح للون بتاع الشوكولاتة بتاعت الكوباية، فهنعمل كنترول يو، هيجيب لنا الهيو والساتوريشن. هنبدأ نلونها كده ونظبط في ألوانها بالشكل ده لحد ما تدينا اللون بتاع الكوباية كده. هنقلل الساتوريشن شوية
ممكن نخلي اللايت -5 حلو، و30 اعتقد كده الى حد ما بقت قريبة للون الشوكولاتة بتاعت الكوباية قوي. ولكن في مشكلة، هي ان الفستق من جوه بقى مصفر شوية، فطبعا هتلاقي في ماسك هنا على السمارت فلتر لان احنا حولناها لسمارت اوبجكت. فالماسك ده هتدوس عليه كده وهتيجي تلون على الحتة بتاعة جزء الهند من هنا فترجع للونها الطبيعي. بس حاول ما تجيش على الحروف من بره كده. جزء الهند ولا جزء هند كده البندق طلع للونه الطبيعي. بعد كده هنبدأ نعمل لاير جديد ونعمله كليبنج ماسك على البندقة وشيفت F5 و50 جراي وهندوس اوكي وهنخليها اوفرلاي ونبدأ نرسم نور على البندقة من ورا من هنا بأداة الدوج. وعلى الحواف دي كده هننورها شوية لأن المفروض إن الإضاءة جاية من ورا. خلوا بالكم يا جماعة التفاصيل الصغيرة دي بتفرق جدا في التصميم. بالشكل ده. تعالوا نشوف قبل وبعد. ادي قبل، ادي بعد، قبل بعد. طبعا ممكن ما تكونش ملاحظ الفرق قوي بس الفرق بيكون مختلف تماما. هناخد بقى الليرات بتاعت الفنجان دي كلها وهنحطها في جروب علشان ما نتوهش في اللي جاي. هنحدد عليهم كلهم وهندوس كنترول جي نحطهم لنا في جروب وهنسميه الفنجان. هنبدأ ناخده وننقله كده في النص شوية بالشكل ده. ممكن ننزله لتحت كمان بالشكل ده. هنيجي نعمل نيو لاير وهننزل اللاير ده تحت الفنجان وهنيجي بالبرشة اللي استخدمناها في الفيديو اللي فات. هنيجي على براشس من هنا وهتلاقي فرشة إضاءة هنجيبها كده وهنصغرها شوية من الدال والجيم وهنجيب أفتح لون هنا في التصميم ونفتح عنه شوية بالشكل ده وهنتك تكة بسيطة كده. عمل لنا الإضاءة الحلوة قوي دي بالشكل ده. هناخدها ونطلعها لفوق سنة كده بحيث تدينا منظر أفضل للتصميم. بعد كده هنروح نجيب الفستق ده بتاعنا اللي هنزين بيه التصميم وهناخد الفستقة ديت بس بالفري سيلكشن كده هنحدد عليها كروكي بالشكل ده وهناخدها هي لوحدها كنترول سي وهنروح هنا كنترول في وهنحطها فوق الفنجان بالشكل ده. هنبدأ نصغرها بس ثواني نعملها convert to smart object علشان لو عملنا عليها اي فلتر يتحفظ ولو صغرناها وكبرناها ما تبكسلش معانا. ونحطها هنا كده ونبدأ نحمل ونبدأ نعمل نيو لاير تاني وننزله تحت الفستقة كده علشان نعمل لها الشادو بتاعها. وطبعا الشادو احنا قلنا بيكون بأغمق نقطة في التصميم. هنجيب البرش مثلا ناخد الحتة دي كده ونصغر الفرشة شوية وبالبرش الناعمة نتك تكة بسيطة كده وننزل ونحطها هنا كده ونخليه مالتبلاي البلندنج مود بتاعه بالشكل ده. البندقة دي نبدأ نلعب في ألوانها شوية عشان ألوانها مش عجباني فممكن نعمل لها كيرفس مثلا بالشكل ده وهنبدأ نعمل لها نيو لاير وشيفت F5 علشان نعمل الظل والنور بتاعها وكليبنج ماسك عليها والبلندنج مود اوفرلاي ونبدأ بأداة الدوج نغمقها شوية من تحت من هنا علشان الإضاءة زي ما احنا عارفين. ومن عند الشادو كده نبدأ نغمق أكتر شوية ونكمل تغميق بقى يبقى من قدام كده. ولكن من الحواف هنروح لأداة الدوج ونفتح كده من الحواف علشان المفروض ان في اضاءة جاية من الحافة من هنا. بعد كده نروح لأداة البيرن تاني ومن الجناب من هنا كده ديت هتبقى غامقة عشان اضاءة المج على حبة البندق. تعالوا كده نشوف قبل وبعد. ادي قبل ادي بعد قبل بعد ممتاز جدا. هناخد بقى نفس البندقة دي هندوس على Alt وناخدها نسخة تانية فوق كده ونجيبها على الجنب من هنا مثلا وهنكبرها
وهنصغرها سيكا او نكبرها سيكا، نكبرها سيكا، ونروح على قائمة فلتر وموشن بلور، بس نظبط الاتجاه بتاعه وكأنه خارج من الكوباية. اعتقد كده اتجاهه مظبوط. وكنترول جيل نفس البندقة، وهنحطها فوق هنا ولكن هنعكسها كده ونكبرها اكتر، وناخد ندوس على الت وبأداة الموف تول نشدها هنا على الجنب ونصغرها خالص كده ونعكسها كده، او ممكن نعمل لها كنترول تي وفليب بالشكل ده. ممتاز جدا. ممكن كمان ناخد البندقة اللي جنبيها دي اللي هي الظهر بتاعها، حدد عليها بالفري سيلكشن كده تحديد عشوائي جدا، وكنترول سي، وهنيجي هنا كنترول في وهنعملها كونفيرت سمارت اوبجكت علشان البكسلة، وهنبدأ نصغرها كده ونجيبها هنا كده بالشكل ده. وهنعمل لها موشن بلور من قائمة فلتر، هنيجي على بلور وموشن بلور، ممكن نزوده شوية نخليه 25 مثلا. حلو جدا. هناخد منه برضو ندوس على الالت واحنا على أداة الموف تول ونشده كده عشان ياخد منه نسخة تانية الناحية دي، ونصغرها كده ونحطها هنا كده بالشكل ده. هناخد دول كلهم جوه جروب ونسميه العناصر، وناخد حاجات البندقة اللي محطوطة جنب الفنجان جوه جروب وهنسميه البندقة. عايزك بس تركز في حاجة، ان انا لما صوتي بيوطى خالص كده اعرف ان انا مركز جدا في التصميم. هنبدأ بقى نكتب الكلمة بتاعتنا، وهكتبها بفونت 29 LT بكرة اللي احنا دايما بنحب نكتب بيه كل السلوجان بتاعت تصاميم السوشيال ميديا بتاعتنا. نكتب شوكولاتة وهنخليها بولد شوية بالظبط كده، وهنحطها فوق هنا. هناخد منها نسخة عن طريق أداة الموف تول واحنا دايس على الالت، بياخد منها نسخة تحتها بالظبط، ونكتب هنا متفصلة لك. وكلمة متفصلة ليك ديت هخليها باللون الأبيض، وابدأ أظبط في تنسيقات الفونت، يعني خليها 0 كده، واخلي الفونت بتاعها ميديم بدل بولد، وابدأ اخليها على قد كلمة شوكولاتة بالظبط كده، واكبرهم هما الاتنين مع بعض سنة كده، واجيبهم في النص بالظبط كده، واحطهم جوه جروب واسميه العنوان. ممكن ابدأ اظبط تشكيلة التوزيع بتاعت البندق اللي طاير دي كده بحيث ما يبقاش لازق قوي كده في السلوجان بتاعنا بالشكل ده. حاجة أخيرة بقى، هخفي العنوان كده وهاجي على اللاير اللي فوق خالص، الجروب اللي فوق خالص، وهدوس Alt كنترول شيفت E، هيعمل لنا صورة لوحدها كده من بره. الصورة دي هدوس عليها Convert to Smart Object، وهروح على قائمة فلتر وكاميرا رو فلتر، هيفتح لنا الكاميرا رو. هبدأ أظبط شوية في ألوان التصميم أكتر، يعني هعلي الكونتراست كده مثلا، هقلل الهايلايت سيكا، هزود الشادوز، ممكن الوايت ازود البلاكس كده، اديها سنة تكيتشر كده، سنة كلاريتي برضو، الدهيز قلله كده، انزل تحت على الافكت. الحاجات دي على فكرة بتبقى تقديرية، يعني ملهاش قيمة معينة، انت وذوقك وانت وعينك، وهدوس اوكي. دي اسمها تفنيشة التصميم. فنشوا معانا بالشكل الجميل قوي ده، بص قبل بعد قبل بعد. وبس كده يا صديقي، يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك ليه، ولو مش مشترك في القناة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنساش ان احنا فتحنا الانتساب في القناة وفعلنا ميزة السوبر سانكس اللي تقدر من خلالها تدعم القناة علشان نقدر نطور في المحتوى اكتر ونقدم محتوى افضل واحسن. وفي النهاية، وإن أخطأت فهو مني وإن أصبت فمن الله. كان معاكم أحمد شكشك، سلام.